من البدع أيضا الصيام، تخصيص الصيام في شهر رجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم. تقول عائشة كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. نقول لا يصوم. هذا هو نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية. الصحابة كانوا ينكرون على الناس إذا صاموا خصصوا الصيام في رجب. فعمر بن الخطاب كان يضربهم بالدرة، وكان يقول لهم: ضعوا أيديكم في الجفان، كلوا. جفان وعاء كبير، كلوا، فإنما هذا يوم تعظمه العرب في الجاهلية، هذا شهر تعظمه العرب في الجاهلية، كانوا يصومون. والأثر في مسند أبي شيبة من طريق خرش ابن الحر وسنده صحيح أيضا ابن عمر رضي الله عنه، كما جاء من حديث عاصم محمد عن أبيه: كان إذا رأى الناس وما يعدون لشهر رجب كره ذلك، وهو في مسند أبي شيبة. أيضا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ينهى الناس عن الصيام في رجب، وكان يقول: هذا شهر تعظمه العرب في الجاهلية. المهم لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما كانوا ينكرون ذلك، كانوا ينكرون ذلك.